أرجع إلى الاستئذان داخل البيوت. دخلنا البيت، هل نستأذن نتجول بأبصارنا ها هنا وها هنا؟ سبق البيان عن أن ذلك يستأذن له، فإن عمر دخل على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد أن دخل واطمأن داخل البيت قال: إذن لي أن أستأنس يا رسول الله، يعني أتجول ببصري هنا وها هنا. فأذن له النبي، قال: فما وجدت شيئا يرد البصر غير أهبة 3 جلد، يعني قربة ونحو ذلك. وأيضا قال الله في شأن نبيه عليه الصلاة والسلام: ما زاغ البصر وما طغى، وذلك في رحلة المعراج، وبعد أن وصل بعد السماء السابعة قال: ربنا ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ بصر النبي، ما مال يمينا ولا شمالا، ولا تجاوز الحد الذي أمر بالنظر إليه عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. فالاستئذان داخل البيوت مطلب أيضا. إذا أنت دخلت لا تتجول ببصرك كثيرا داخل البيت، فإن هذا قد يؤذي أهل البيت، والله أعلم.